السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من شغل جودة عن التكنيكال انترفيو. بس النهاردة هنبدل الكراسي ونبدل الأماكن. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا من وجهة نظر أو كنت بحكي أنا تجربتي الشخصية من خلال الأسئلة اللي كانت بتطرح عليا كمهندس كواليتي بيقدم في شغل. فاستعنا المرة دي بمهندس حازم صلاح، وهو مدير جودة بإحدى شركات المقاولات الكبرى في مصر. يحكي لنا او يقول لنا عن الميثود اللي بيتبعوها مديرين الجودة في عمل الانترفيو للناس اللي بتقدم على شغل. فمهندس حازم ما قصرش معانا وحكى لنا عن التكنيك اللي بيتبعوه في عمل الانترفيو. حسب كلام مهندس حازم الانترفيو بيتقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي إنك أنت بتعرف عن نفسك، ودي بتتعمل لكسر الرهبة اللي بتحصل في إنك أنت داخل وهتتسأل وهيحصل كلام. فكلنا بنبقوا طبعا متوترين إلى حد ما، وخصوصا يعني لو خبرتنا مش كبيرة أو والله حتى لو كانت الخبرة كبيرة دايما بيبقى الانترفيو بيبقى ليه نوع من الرهبة كده. فأول حاجة بتحصل وهي لكسر الروتين أو الرهبة دي، إنك أنت بتتسأل سؤال عرف عن نفسك، أو احكي لي أنت كنت شغال فين، أو قول لي يا هندسة أنت بتعمل إيه. فده طبعا الطبيعي إنك أنت بتعرف باسمك بدفعتك بتخصصك بأهم المشاريع اللي أنت اشتغلتها لو ما كانش كلها، يعني حسب الوقت. هو الانترفيو المفروض ان هو بيتراوح من 30 الى 45 دقيقة. فاحنا المفروض ايه يعني بنتكلم بايجاز بس غير مخل، يعني بنعرف بنفسنا باختصار، وبندي شوية تفاصيل كده بسيطة. وطبعا لو في تريكاية مهمة مثلا خلال مسيرتك انت اشتغلت في مشروع كان مشروع قوي، اشتغلت في مع شركة أجنبي، اللي هي العلامات المميزة هي اللي بنتوسع في الكلام فيها. وإنما الحاجات اللي هي العادية أو الستاندر ممكن نتكلم عنها كده بإيجاز وإحنا ماشيين. ده كده بالنسبة للمرحلة الأولى من ضمن الثلاث مراحل بتاعة الانترفيو. في المرحلة التانية أو التلت التاني من الانترفيو، السؤال دايما بيبقى موجه بخصوص البنود، طرق تنفيذها وطرق استلامها والأوراق اللازمة ليها. هنا بقى في تريكاية مهمة جدا جدا، المفروض دي بقى بتبقى يعني احنا اللي بنبقى شغالين على النقطة دي قبل ما نروح الانترفيو. لان المفروض في التلت التاني من الانترفيو احنا هنتسأل عن البنود، تسليم البنود، الاوراق اللازمه للبنود. فعشان اساسا نبقوا مدركين احنا رايحين نتسأل عن ايه، فدايما اول سؤال المفروض نسأله هو المشروع ده ايه. هل المشروع ده في مرحله الخرسانات؟ هل المشروع ده في مرحله التشطيبات؟ ولو هو في مرحله الخرسانات، آه، انهي نوع من الخرسانات؟ هل المشروع ده شغل خوازيق؟ هل المشروع ده شغل لبش؟ هل المشروع ده يعني إيه اللي بيحصل في المشروع ده؟ والسؤال ده المفروض بنسأله اول ما يكلمنا الاتش ار بخصوص الانترفيو، او يتصل بينا مثلا مدير الجوده، او او ادونا نمره مدير الجوده بيقولوا لنا ايه هتعملوا الانترفيو مع مهندس فلان الفلاني. فبنساله طبعا هتساله طبعا اللوكيشن والمكان فين اللي هعمل فيه الانترفيو. السؤال المهم جدا هو المشروع ده عبارة عن ايه، هو المشروع ده في انهي مرحلة. لانك خليك عارف ان بنسبة كبيرة جدا جدا هتتسأل اسئلة في المرحلة اللي داير فيها المشروع دلوقتي، لان هو في الاغلب هو مدام هو محتاج مهندس جودة في الوقت الحالي، فهو محتاج مهندس جودة يبقى مدرك للامور اللي بتدور دلوقتي في المشروع. فلو احنا مثلا على سبيل المثال مثلا هنتكلم انك انت سألت في المشروع ده مثلا في مرحلة الخرسانات، فخليك اكيد بنسبة 90% ان اغلب الاسئلة هتكون عن الخرسانات، هتكون عن الخرسانة نفسها، هتكون عن الحدادة، لو هو في مرحلة اسقف هتكون عن الاسقف. الاسئلة هتبقى عبارة عن ايه؟ الاسئلة هتبقى عبارة عن الميثود باختصار، وطرق التسليم، وايه الملفات او ايه الدوكيمنت اللي احنا بنحتاجها، المستندات اللي احنا بنحتاجها للبنود قبل كل بند. مثلا لو احنا في مرحله الخرسانات، فممكن من ضمن الاسئله اللي انت تسالها هو احنا بنعتمد محطات الخرسانات ازاي، تكسير المكعبات، عدد المكعبات اللي بناخدها، احنا بنستلم حداده ازاي، احنا بنستلم نجاره ازاي، حسب البند. على سبيل المثال مثلا لما نيجي نتكلم عن استلامة النجارة والحدادة بالنسبة للعمدان، فطبعا دايما في ايه، هو مش هقول ان هو خطأ شائع، بس هو الترتيب بناخده على انه ترتيب لوجيك جدا. ان احنا مثلا في الحدادة بنستلم ان احنا مثلا في اعمال الاعمدة بنستلم
الحداده، بعد كده النجاره، بعد كده بنصب. لا، هو الشرح المفروض يكون بطريقه اوضح من كده. ان احنا مثلا عندنا في بند الاعمده، ان احنا في الاول مثلا بنستلم تحطيط العمود، بعد كده بنستلم حداده العمود وثلاث جوانب من العمود يكونوا متوازنين عشان نتاكد ان الكفر سليم. بعد كده بندي اوردر ان العمدان تتقفل. بعد كده بنستلم النجاره. بعد كده في حاجة مهمة جدا، ريليز الصب، عشان احنا نتأكد ان الأعمدة دي ما عليهاش أي شغل كهرباء ولا أي شغل ميكانيكا. فلازم قبل ما ندي إذن الصب، أو حتى لو احنا خلصنا شغلنا كمدني، لازم نتأكد ان كهرباء وميكانيكا ما عندهمش أي أعمال ممكن تخلينا نوقف الصبة دي، او ما نصبش العمدان دي، او نختار العمدان دي ان هي اللي احنا هنشتغل عليها اساسا. فطبعا الشرح هنا مش هيكون بقى من وجهة نظر مهندس التنفيذ، انا هوفر نجارة وهوفر الحدادة ومش عارف ايه وهو يخلص وانا اسلم. لا، انت بتتكلم كمهندس جودة، المفروض يكون عارف يستلم، وفي نفس الوقت هيكون عارف ايه الخطوات وايه الحاجات اللي المفروض تتعمل عشان عشان نقدر نصب الشغل ده. طبعا لو مهندس معماري او المشروع في مرحله التشطيبات، فدي بتبقى قصه اكبر. وده طبعا حسب كلام مهندس حازم، القصه طبعا بتبقى اكبر لان بنود التشطيب بتبقى معقده جدا ومترابطه جدا. بس دايما هنفترض هو عاده طبعا بند المباني هو من اكبر البنود اللي بتبقى موجوده في كل المشاريع. ولكن احنا مثلا ايه، هنعرف ايه البنود اللي دايره في المشروع ده، وايه اكبر البنود، ولو في بنود جديده نحب نعرف عنها. لكن مثلا من اشهر الاسئله ان احنا طب خطوات عمل المباني، انواع الاكسسوارات، بنستلم ازاي، آم، انواع الطوب والنص طوبه والطوبه، وكل التفاصيل اللي هي ايه، اللي احنا ممكن اتكلمنا عليها في كل الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. ولكن دايما الاسئله هتبقى من وجهه نظر مهندس الجوده، سواء كانت طرق تسليم، سواء كانت ميثود ستيتمنت، سواء كانت اي تي بي. ما احنا اصلا احنا لما بنتكلم عن شرح طريقه التنفيذ باختصار واعمال التسليمات، يبقى احنا بنتكلم عن الميثود ستيتمنت، واحنا بنتكلم عن الاي تي بي، اللي هم ده جزء لا يتجزأ من عمل مهندس الجوده. اما بقى عن التلت الاخير من الانترفيو، فهو بيبقى عن الاختبارات. فطبعا مرحلة الخرسانات احنا تقريبا عارفينها بكل اختباراتها. في اللي قبلها اللي هي مرحلة الحفر والردم والإحلال والجسات، كل ده تقريبا احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بس بصراحة هو الأعقد دايما هي مرحلة التشطيبات، لأن البنود كتيرة والاختبارات كتيرة. انما لو هنتكلم على ليفل بسيط من الاختبارات، فهي طبعا بتبقى اختبارات المكعبات. ايه الاختبارات اللي بتتعمل على طبقات الردم؟ طب ايه الاختبارات اللي بتتعمل على اخر طبقة ردم؟ يعني لو افترضنا ان طبقة الردم، يبقى احنا بنتكلم في سند كون. اخر طبقات بنتكلم في البليت لود تيست. طب ايه الاختبارات اللي بتتعمل على الخرسانة؟ اختبارات سواء الخرسانة الفريش، فاحنا بنتكلم على حرارة، وبنتكلم على مكعبات، وبنتكلم على سلامب. لو الخرسانة ما بعد الصب، فاحنا بنتكلم على تكسير المكعبات. لو كيسز مختلفة، فاحنا بنتكلم على اختبارات الاختراق بتاعة المية للخرسانة. لو رحنا للتشطيبات، فاحنا بنتكلم على اختبارات الامتصاص للطوب. فاحنا بنتكلم على اختبارات التكسير او الكومبريسيف سترينث بتاعة الطوب. بنتكلم عن اختبارات الدايمنشن. بنتكلم عن اختبارات الحديد. الاختبارات اللي بتتعمل على الرخام. الاختبارات اللي بتتعمل على الدهانات. برضو هنرجع نقول ان بنود التشطيبات هي اكتر واختباراتها اكتر، واغلبنا بيبقى مش ملم بكل الاختبارات اللي بتتعمل على على بنود التشطيبات. ولكن دي ماتيريال موجودة وممكن نذاكرها وممكن نبقى عارفينها، خصوصا لو احنا عارفين المشروع اللي احنا رايحين عليه بيتكلم على ايه بالظبط. ده كده التلات اتلات اللي احنا بنتكلم فيهم. هتعرف بنفسك، هتتسأل في البنود المهمة بالنسبة للمشروع أو بنود التنفيذ والتسليم عموما. هتتسأل في الاختبارات، سواء كانت الاختبارات للبنود المعمارية أو للبنود الإنشائية. اغلبنا مر بالمراحل دي، واغلبنا عارف الحاجات دي، حتى لو عارفها بشكل سطحي. ولو مش عارفينها فاحنا بنتعلمها. وهنا دي نصيحة لكل الزملاء والنفسي برضو، ان الشطارة مش ان احنا نبقى حافظين كل الكلام ده. الشطارة ان احنا نعرف نسيرش على الكلام ده. يعني لما يبقى قدامنا بند جديد، ازاي نعرف نسيرش ان احنا ايه الاختبارات اللي بتتعمل، ايه النتائج المقبولة، ايه اهم التريكات اللي موجودة في البند ده، الكود بيقول ايه، والمواصفة بتقول ايه، والمواصفات القياسية المصرية بتقول ايه، والاي اس تي ام بيقول ايه، والاي سي اي بيقول ايه.
فانك انت دايما تبقى ملم بانك انت ازاي تسيرش عشان تجيب المعلومه، ده اهم من انك انت تبقى حافظ المعلومه حفظ جوه دماغك وبتتعامل معاها على انها شيء طبيعي. النقطة أو نقاط بقى إيه متفرقة مهمة بخصوص مهندس الجودة، وده برضو حسب النصيحة اللي قدمها لنا مهندس حازم. والنصيحة بقى عبارة عن إيه؟ مهندس الجودة مهندس مش صدامي، ودايما خلال الأسئلة اللي أنت بتتسألها هيكون في نوع من هو عايز يعرف أنت بتفكر إزاي. يعني فكرة انت لو طلعت بتستلم شغل ولقيت الشغل فيه مشكلة هتعمل ايه؟ هو الغرض هنا منه ان هو مش بيقيسك فنيا، لان انت مجرد انك انت تبقى فنيا متوسط وفوق متوسط فده كفاية. انت ممكن تبقى مهندس شاطر جدا جدا، ولكن اتيتيودك انت اجريسيف، انت بتتشد بسرعة، انت صدامي، بتتصادم مع الناس، سواء مهندسين التنفيذ اللي معاك، سواء زمايلك اللي معاك في نفس التيم، سواء مع الاستشاري، سواء مع المالك. لان هنا مهندس الجودة مش مجرد ان هو بيتعامل مع طرف واحد، هو بيتعامل مع اكتر من طرف، والمفروض ان هو يعمل كوردينيشن ويهندل كل الاطراف دي بحيث ان هو ما تبقاش في مشكله. سواء الاستشاري اللي ممكن ملاحظاته بتبقى تقيله او كتيره او طلباته مبالغ فيها، او مهندس التنفيذ المهمل اللي مش شايف شغله، اللي بيطلعك على الاستلامه وهي لسه مش خالصه ومش جاهزه. مهندس المالك اللي عايش في احلام ورديه ومستني حاجات مختلفه تماما عن اللي بيحصل. فهنا مهندس الجودة او حتى النظرة لمهندس الجودة وهو بيتعمل له الانترفيو من مدير الجودة، هل الشخص اللي قدامي ده هيعرف يهندل القصة دي؟ هل بيتعصب بسرعة؟ طب لما هيتحط في موقف هيتزنق من الاستشاري في موضوع او مهندس التنفيذ هيكتر عليه جدا في الطلبات، هل هيلجأ للصدام بشكل مباشر مع مهندس التنفيذ او مع مدير التنفيذ او مع الاستشاري؟ لان مهندس الجوده المفروض يبقى شخص هادي، المفروض يبقى شخص على قد ما هو شاطر فنيا، على قد ما هو شخص دبلوماسي هيعرف يوفق كل الاطراف من غير ما يجي على حد، من غير ما يرمي على شركته حاجات كتيره تعملها هي احنا مش بتاعتنا، او المفروض ان احنا ما نعملهاش، او مكلفه جدا بالنسبه لنا. وفي نفس الوقت لا لا مع الاستشاري فيعني النقطة دي مهمة جدا، انك انت تقدر توازن ما بين الشغل الصح وانك انت تسلم الاعمال. الحاجة التانية ان هو يكون مهندس بيتحمل المسؤولية. يعني انا دلوقتي لو قلت للاستشاري الشغل جاهز يلا بينا، يبقى الشغل جاهز يلا بينا. سواء انت استلمت او ما استلمتش، بصيت او ما بصيتش، انت خلاص الموضوع بقى بذمتك، بقى في عبك من الاخر. لازم تبقى قادر تسلم الشغل اللي انت قلت ان هو جاهز. فدايما عشان تقدر تحافظ على كلمتك بالطريقه دي، فلازم تبقى مركز جدا، ولازم تبقى متوازن جدا، وبتعرف تبص على ايه وما تبصش على ايه، وايه المهم وايه الاهم. فدي نصايح من 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 مهندس خبير في مجال الكواليتي كنترول، واكيد طبعا اشتغل معاه مئات المهندسين على فترات طويله. احنا بنشكر مهندس حازم جدا 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 على الدعم اللي هو قدمه لنا من خلال ان هو شارك معانا خبراته في كل النقطة يوم. دي. الانترفيو لمهندس الجودة، هي ايه الأسئلة؟ طب احنا ممكن نلاقي فرصة عمل ازاي لو انا مهندس تنفيذ وعايز اغير؟ دايما أسئلة كتيرة جدا جدا بتجيلي بخصوص هو الانترفيو بتاع مهندس الجودة، إيه اللي بيتقال فيه وبنعمل ايه في الانترفيوز. طبعا احنا كده هيبقى عندنا جزئين. الجزء الاولاني هو الانترفيو نفسه، وهنتكلم ان شاء الله في اخر الحلقة عن ايه البلاتفورمز او اللي احنا بنستخدمها عشان ندور على شغل. بس الكلام ده اللي انا بقوله هيبقى عن سوق العمل في مصر. الجزء الاول عندنا وهي الاسئلة بتاعت الانترفيو لمهندس جودة. هقول سؤال دلوقتي وإن شاء الله هخلي إجابته هتبقى في آخر الفيديو، لأن السؤال ده يعني أكتر سؤال ثعباني أنا اتسألته، وحتى الآن معرفش الإجابة اللي أنا قلتها واللي أنا هقولها لكم إن شاء الله في آخر الفيديو هل هي إجابة صح أو غلط. أنا يعني ما قدرتش أحدد، بس هي من وجهة نظري هي أكيد إجابة منطقية. وبرضه هستنى في الكومنتات تقولوا وجهات نظركم بخصوص السؤال ده. آه، اتسألت في انترفيو في صبة، سلمنا حدادة وسلمنا النجارة وطلبنا الخرسانة، فجأة الاستشاري اختفى، مش موجود.
روح له مكتبه، بنتصل بيه، مش عارف ايه، كلمنا حد من زمايله، الاستشاري المسؤول عن الشغلانه معانا مش موجود. عربيه الخرسانه او عربيات الخرسانه واقفه، ايه العمل؟ وفرضا على السؤال اللي انا اتسالته، هو مهندس واحد وهو ده المسؤول، وعدم وجوده المفروض ان احنا نوقف. هقول لكم ان شاء الله اجابه السؤال ده في الاخر، وعايز من حضراتكم برضو اجابه على سؤال: درجه حراره الميه اللي بنعالج فيها مكعبات الخرسانه بتبقى كام؟ انا عايز الاجابه دي ان شاء الله في الكومنتات، وهنبتدي مع بعض ان شاء الله الاسئله اللي انا بقول ان هي من خلال خبرتي البسيطه والانترفيوز اللي مريت بيها خلال العشر سنين اللي فاتوا. دي اكتر اسئله اتكررت، وطبعا كعادتنا احنا كمهندسين جوده دايما هنلاقي الاسئله ليها شقين: شق بيتعلق باعمال الموقع، وشق بيتعلق باعمال الورقيات بتاعتنا. في الجزء اللي دايما بنسأل فيه من أعمال الموقع، دايما بيميلوا لموضوع الاختبارات أكتر، بحيث يعني دايما أكتر سؤال تقريبا ورد عليا في كل الانترفيوز اللي أنا مريت بيها هي درجة حرارة الخرسانة كام؟ طبعا كلنا عارفين درجة حرارة الخرسانة بالنسبة للكود المصري بنتكلم في 35، بالنسبة للأمريكان بنتكلم في 32. طب هي المكعبات بتتاخد كم مكعب؟ و... وكل قد ايه؟ طبعا هنا الاجابه لازم المفروض تبقى محدده جدا. اولا لو اللي عندنا سبيكس احنا شغالين بيها، فاحنا بنرجع للسبيكس او مواصفه المشروع اللي احنا شغالين عليه. لو المرجع بتاعنا هو الكود المصري، فبنذكر الرقم من الكود المصري، نسيت الاول 50 متر، وبعد بنقول التفصيله بتاعتها بالظبط. او بالنسبه لمواصفه المشروع نفسها، مثلا بناخد 9 كل 100 متر، فحسب ما بينص المشروع. لازم تبقى اجابتنا دايما مش مجرد ان احنا بنقول الكلام بتاع الاكواد والستاندرز بس، لازم الاول ننوه هي مواصفه المشروع طالبه ايه بالظبط. من الأسئلة برضو اللي بتتكرر كتير جدا أو مرت عليا كتير جدا، هي إيه هي اختبارات الحديد اللي بنعملها على الحديد اللي بيوصل الموقع؟ وده ممكن برضو نراجعه مع بعض في الحلقة، حكاية موقع لاختبارات الحديد أو لأعمال استلام الحديد وتوريدات الحديد في الموقع. طبعا احنا بنتكلم على الاختبارات الميكانيكية شد وتاني، بنتكلم على الاختبارات الكيميائية، اختبارات المقاسات، فحسب لو في حاجات سبيشال منصوص عليها في المواصفة فهنطبقها. بس مبدئيا لو هنتكلم كمرجع، فمثلا الكود المصري نص على الاختبارات دي كل قد ايه. برضو كل المعلومات دي ممكن نعرفها عن طريق الحلقة بتاعت استلام توريدات الحديد في الموقع. كان في سؤال تاني برضو مر عليا كذا مرة في أكتر من انترفيو بخصوص، يقول لي هو ايه علاقة اختبار بروكتور اللي بيتعمل على التربة باختبار الساندوكون أو باختبار الديناميك؟ هنا ده سؤال، يعني هو ما سألنيش على الاختبار نفسه، هو سألني ايه العلاقة ما بين الاتنين. طبعا هي الإجابة بتبقى بسيطة جدا. هو البروكتور هو اللي بنحدد بيه على كثافة نسبة المية اللي بتدي أعلى كثافة، والمفروض إن من خلال السندكون بنشوف إحنا وصلنا كام من البروكتور. يعني إحنا مثلا لما نيجي نقول إن نتيجة السندكون بتاعتنا 98، فده معناه إن إحنا حققنا 98% من اختبار بروكتور اللي هو المفروض إداني نسبة المية اللي بتديني أعلى كثافة دمج. في برضو سؤال اللي اتسألته كذا مرة بيتكلم عن اختبار البول اوت تيست. طبعا هو كلمة بول اوت تيست هو اختبار دماغك هتروح على طول للحديد، انما في الحقيقه البول اوت تيست اختبار ما بنعملهوش على الحديد، على الحديد اللي بيتزرع بس. اختبار البول اوت تيست بيتعمل على مواد التزريع، اختبار البول اوت تيست بيتعمل على الدهانات وبيتعمل على المحاره. من الاخر اختبار البول اوت تيست ده هو اختبار شد بيتعمل عشان نشوف الطبقات دي او السيخ اللي احنا زرعناه بالبده الفلانيه، او طبقات الدهان او طبقات المحاره، محققه التماسك المناسب ولا لا. فلازم لما يتقال لنا اختبار البول اوت تيست نقول له نسال اختبار البول اوت تيست على ايه بالظبط، ولا اذا كان بشكل عام في اختبار البول اوت تيست هو اختبار شد، سواء بنشد سيخ من خرسانه، سواء بنشد طبقات محاره من بعضها، او بنشد طبقات دهان من بعضها. نرجع لإجابة السؤال اللي أنا قلته في الأول، وهو إن إحنا عندنا صبة
والصبة جاهزة وكل حاجة اتسلمت، والمفروض الاستشاري هيبقى واقف معانا عشان هو هولد بوينت على الصبة والاختبارات الخرسانة الفريش اللي احنا بنعملها. وفجأة الاستشاري اختفى ومش عاترين على حد يجي يحل مكانه او يخلصنا من الشغلانة دي. هو سألني انت هتعمل ايه؟ انا بصراحة اجابتي كانت يعني فندنا الاول البنود، طب هو نكلم مديره، طب يبعتوا حد مكانه، طب اصل المهم هو حط لي كل العراقيل، اصل الموقع بعيد عن المكاتب، اصل عربيات الخرسانة هتبوظ. فانا بصراحة يعني كانت اجابتي كالتالي، ولو في حد عنده اي فكرة مختلفة يا ريت يقولها لنا. قلت له بما ان احنا سلمنا حديد، سلمنا نجارة، ومعانا ثيرد بارتي موجود، فانا بكل بساطة في الميعاد المحدد وقبل ما الخرسانة يحصل لها اي دامج انا هبدأ صب، وهصب الخرسانة. وهو طبعا من الطبيعي ان هو هياخد اكشن وممكن يعمل NCR. انما بالمنطق كده هي ايه العواقب اللي هتترتب على الاكشن اللي احنا خدناه بالطريقة دي؟ طبعا انا من وجهة نظري هو فاته ايه، هو ايه اللي ما حضرهوش واللي ممكن يسبب المشكلة معاه. اللي ما حضرهوش هو درجة حرارة الخرسانة والاسلام. ده الحاجتين اللي احنا المفروض في اعتقاده، لو هو يعني مثلا شخص سيء النية، ان احنا مثلا ضحكنا عليه في الاختبارين دول. طب هي ايه الدمج اللي ممكن تحصل لو احنا بالفعل ضحكنا عليه في درجة حرارة او ضحكنا عليه في اسلام؟ تمام، لو الاسلام انا فندت البنود ساعتها بالطريقه دي، لو الاسلام بناشف فاحنا هيظهر عندنا تعشيش. فده طبعا حاجه هتبان اول ما نفك شده الجزء اللي احنا كنا بنصبه. الحاجه التانية اللي فاتته هي درجه حراره الخرسانه. طب لو درجه حراره الخرسانه كانت عاليه، ايه الدمج اللي هتسببه؟ طبعا الدمج اللي ممكن يحصل من درجه حراره عاليه هي ان احنا هيظهر عندنا شروخ. تمام، فاحنا قلت له احنا هنصب عشان ما نخسرش كل الفلوس بتاعت عربيات الخرسانة دي كلها، وفي المقابل احنا ال اللي هيعود علينا او المشكلة اللي ممكن نتحط فيها هي اختبار لو في شروخ حصلت. وبالنسبة للتعشيش فده هيبقى فيجوال انسبكشن. انا دي كانت وجهة نظري ساعتها للموضوع ده. مش عارف انتوا ايه وجهة نظركم، احب برضو ان انا اقراها واشوفها في الكومنتات. الجزء التاني من الأسئلة بيبقى كله متركز حوالين الورق. زي مثلا احنا هي ايه شكل الاي تي بي، هي ايه معنى ويتنس بوينت، وايه معنى هولد بوينت، وايه معنى الاي تي بي نفسها، يعني ايه اي تي بي، والميثود ستيتمنت، واحنا ايه الجزء اللي بنبقى مسؤولين عنه في الميثود ستيتمنت. طبعا التفاصيل دي كلها احنا ممكن نرجع للحلقات بتاعتها، ولكن كده باختصار هنتكلم فيها. يعني مثلا ايه شكل الميثود، ايه شكل الاي تي بي. الاي تي بي هي زي ما اتفقنا هي عباره عن شيت اكسل بننظم فيه العلاقه ما بين المقاول والاستشاري والمالك، وما بين برضو اطراف المقاول، مين المسؤول، كل شخص مسؤول عن ايه. الهولد بوينت هو الشخص اللي مش هينفع نبروسيد للنقطه اللي بعدها غير لما ناخد موافقه كتابيه منه. الويتنس بوينت هو اللي احنا بنختاره ان في شيء ما هنعمل شيء ما، سواء جه او ما جاش احنا في الميعاد هننفذ اللي احنا بنتكلم فيه. فيعني هي ايه العقد اللي بينظم العلاقات دي كلها. الميثود ستيتمنت احنا بنبقى مسؤولين او بنبقى الجزء الاهم بالنسبه لنا اللي بنراجعه فيها هي الخطوات اللي مكتوبة، وهل الخطوات دي ماتشنج مع المواصفة والمطلوب في المشروع ولا لأ. فالجزء الورقيات بالنسبة طبعا لتايتلز، أنا مش هتكلم هنا على تايتلز مانجر، أنا بتكلم على تايتل كواليتي انجينير أو سينيور كواليتي انجينير. فاحنا دايما بنبقى في الرينج ده. هي دي الحاجات اللي بتبقى مطلوبة مننا، ما بين بعض المعلومات عن أمور الاستلام والاختبارات، ما بين جزء الورقيات اللي ممكن نسميه الجزء البسيط. أكيد طبعا ما حدش هيسأل كواليتي انجينير أو سينيور كواليتي انجينير عن بروجكت كواليتي بلان او حاجه يعني كبيره او حاجه متخصصه اكتر من كده. فبيبقى دايما الكلام بتاعنا ما بين الاي تي بي، ما بين الاختبارات، ما بين بعض استلامات الموقع. بنستلم العمدان ازاي، بنستلم الحوائط ازاي، الخزانات، الاختبارات بتاعه المنشآت المائية. هتلاقي دايما الأسئلة بتلف حوالين حاجات انت اكيد مريت بيها كتير جدا حتى كمهندس موقع او شفتها قدامك في تدريب او غيره. وجزء الورقيات زي ما احنا كده اتكلمنا مع بعض.
الجزء الأخير عندنا، وأنا هنا برضو بأكد كلامي، أنا مش بتكلم كشخص محترف في الموارد البشرية، ولا ك اتش ار مانجر او كواليتي مانجر هو اللي بيحط الاسئله. انا بحكي عن تجربتي خلال 10 سنين تقريبا اللي عملت فيها انترفيوز في اغلب الشركات اللي في مصر، وخصوصا التوب 10 من الشركات دي اللي موجوده في مصر. انما بالنسبه بقى بنوصل للانترفيو ازاي، انا هقول لكم الخطه او النهج اللي انا كنت ماشي عليه في الموضوع ده. ودي تجربتي الشخصيه، اكيد في غيري عنده تجارب ممكن تكون مفيده اكتر مني، بس انا هتكلم على تجربتي الشخصيه. الاساس طبعا ان احنا بنبقى عاملين سي في بسيط جدا. لو انت حديث التخرج فالسي في بيبقى بسيط جدا، انت خريج سنة كام، الجيش، لو معاك شوية ابلكيشن خدت فيها كورسز بتكتبها، او خدت كورس مثلا كمهندس تنفيذ، التدريب اتدربت فين. ولو انت مثلا خبرة سنة او سنتين بتكتب اسامي الشركات اللي اشتغلت فيها، وبتكتب الجوب ديسكريبشن بتاعتك. ودي نقطة مهمة جدا. انا كمهندس تنفيذ كنت شغال في الشركه الفلانيه، ايه هي المهام اللي انا كنت بقوم بيها؟ او انا كمهندس جوده كنت شغال في الشركه الفلانيه، ايه المهام اللي كنت بقوم بيها؟ لان الاي اتش ار الاتش ار بيبقى راجل مش متخصص فنيا، او مش في الاغلب هو مش مهندس عشان يقدر يعرف الكلام ده. بس هو كل اللي بيعمله ان هو بيبقى قدامه الجوب ديسكريبشن اللي مطلوبه، فبيبص في السي في ويتاكد هل الجوب ديسكريبشن اللي هم طالبينها موجوده في السي في بتاعتك ولا لا. ده طبعا دي غير طبعا المراجعه اللي بيعملها الكواليتي مانجر، او المهندس اللي انت هتعمل معاه الانترفيو. الحاجه اللي بعدها، ودي بصراحه من اهم النقط اللي المفروض كلنا بنشتغل عليها، انك انت يبقى عندك اكونت على لينكدين، اكونت محترم متنظم بشكل كويس، عامله كوبي من السي في بتاعتك، في الخبرات بتاعتك في الشركات اللي انت اشتغلت فيها. التركية المهمة بقى ان احنا على لينكدين مش بنضيف في الاغلب زمايلنا، او مش بنضيف زمايلنا المهندسين اللي هم على نفس الكاتيجوري بتاعنا او على نفس الجريد بتاعنا. انت راجل مثلا بتدور على شغل كواليتي كنترول، فانا وجهة نظري البسيطة ان احنا اولا بنضيف كل الاتش ارز، او بنعمل فولو كل الاتش ار بتوع الشركات اللي احنا متارجتينها عشان نشتغل فيها. ما بنبعت لهمش مسج انبوكس ولا بنعمل اي حاجه غير ان احنا بنعمل فولو او بنضيفهم عشان نشوف الاعلانات اللي بينزلوها اول باول، ونبعت طبعا باي ميل. نفس الكلام في بعض الشركات بتلاقي الكواليتي مانجرز هم اللي بينزلوا الاعلانات برضو مع الاتش ار ان هم محتاجين كذا وكذا، فبرضو بنضيف تقريبا كل الاتش ار مانجر او الكاتيجوري المانجيريال في التخصص اللي انت عايزه. لو انت مهندس جوده او مهندس ايا كان التخصص ده، بتضيف كل الناس دي وبتعمل لها فولو، على اساس مع اول فرصه هتنزل تبقى انت متابع اول باول. هتلاقيهم كاتبين ميل او كاتبين واتساب، بتروح باعت عليه السي في بتاعك. طبعا بعد ما يعني المفروض نكتب كلمتين كده بنمهد بيهم الميل بتاعنا. وده كنت كاتب بوست مخصوص بخصوص برضو الكلام اللي انا كنت بكتبه في الميل عشان ابعت لاي شركه. الحاجة التالتة، ودي بصراحة يعني أنا أكتر انترفيو رحتها، أو أكتر عدد من الانترفيو رحتها كان عن طريق المكان ده، هو موقع وظف. أنا كنت عامل أكونت محترم جدا على موقع وظف، مالي فيه كل البيانات وأبديتد. يعني كنت لما أسيب شركة أروح التانية بروح ضايفها إن أنا كنت في المكان الفلاني ورحت المكان الفلاني، حطيت الجوب ديسكريبشن بتاعتي. وكنت بقى يعني كل يوم ليا مرة أو مرتين بفتح الويب سايت واتاكد هل في اعلانات جديده نزلت. وكنت بدخل على الكاتيجوري بتاعي بس اللي هو الكونستراكشن، بشوف الشركات ايه اللي طالبه، بشوف إيه لو اللي هم طالبينه ده ماتشنج معايا، لو الشركه دي انا عارفها وعايز اقدم فيها بدخل اقدم. وبتقدر تفولو اب على الابلكيشن بتاعك، هل اتشاف من الانترفيو من هل الطلب بتاعك ده اتشاف من الاتش ار. ده في تفاصيل اكتر، ده الاتش ار قبل ولا رفض، يعني وافق على السي في بتاعك ولا لا. هيتصل بيك قريب، بعد ما بيتصل بيك بيبان الاكشن كمان لو في قبول او رفض او اي حاجه. فده بصراحه كان موقع مفيد جدا جدا جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى ان انا اكون قدمت اي شيء مفيد في الحلقه دي، او يعني حطيت كده، نقلت خبرتي او نقلت السنين اللي انا مريت بيها والسكاك اللي كنت بمشي فيها عشان اقدر اوصل لفرص كويسة. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.